الدكتور مصطفى الحقيقه بيحرجنا بذوقه وباخلاقه وبطبيعته التلقائيه الرائعه اللي عهدناه دايما فيها. فانا الحقيقه يعني انا فكره الاحتفال في حد ذاته ده واجب قومي على كل مؤسسات الوزاره انها تحتفل باي مناسبه قوميه او دينيه او اجتماعيه او اي شكل من الاشكال. فده واجب على السيرك القومي، والسيرك القومي دايما فاتح دراعاته لجموع المصريين. السيرك القومي ما بيقفلش بابه، فاتح نهار وليل الحمد لله. وانا يعني بنتهز الفرصه، كل سنه وانتم طيبين، مسلمين مسيحيين. احنا الحمد لله الجمله دي ما بتقالش كتير، حاولوا كتير يعني يقولوها، ولكن الحمد لله بفضل الله المصريين هم المصريين، بحبهم وسماحتهم وطيبتهم وتلقائيتهم وتاريخهم وتماسكهم وعلاقاتهم الاجتماعيه، هيبقى المصري هو المصري. انا بشكر الدكتور مصطفى الذي اعاد الحياه للمركز القومي للمسرح. المركز القومي للمسرح الحقيقه مر بفترات يعني متغيره كتيره جدا، ولكن الحدث الحقيقه اللي حاصل ده هو اعاده الحياه وضخ الدماء الحقيقيه لدور المركز القومي اللي بيتفاعل مع الواقع ومع المناسبات والاحداث، مش دوره الثقافي فقط، ولكن اصبح النهارده هو ده دور تربوي كمان مهم جدا في هذا الجمع ما بين اطفال مصر والاسر المصريه بكل فئاتها وطوائفها. شكرا جزيلا دكتور مصطفى، شكرا لحضراتكم، شكرا لحضوركم الكرام. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين للمصريين جميعا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا. استاذ ناجح اللي قام بالجهد الكبير ووصلنا ل3 فرق من فرق اسقفيه الشباب، هيقول لنا كلمه برضه لانه صديق عزيز وهيبقى من الVIG للمركز القومي ان شاء الله، ومن الاصدقاء الدائمين للمركز القومي للمسرح.